بسم الله الرحمن الرحيم، وأهلا وسهلا بكم في أول حلقة في الكورة مع الشقايق. فكرة القناة احنا عاملينها، طبعا أنا وأخويا يحيى عاملين إن احنا كل واحد هيتكلم عن فريقه المفضل. أنا كأهلي وهو كزمالك. هو هيبقى ليه فيديوهات عن أخبار الزمالك والمباريات، مثلا ليلة المباراة بتاعت الزمالك والجونة، ليلة المباراة بتاعت الزمالك والأهلي، وأنا هيبقى ليا ليلة المباراة بتاعت الأهلي وحرس الحدود، وليلة المباراة بتاعت الأهلي والزمالك. فكل واحد فينا هيبقى ليه المحتوى بتاعه بس على نفس القناة. وساعات هتلاقوني انا وهو طالعين برضو في نفس الفيديو، بس هيبقى مقصوص طبعا عشان انا مسافر وهو. فالنهارده في الحلقة بتاعتي انا هتكلم عن الفترة اللي الاهلي فيها كان عنده وعكة صحية، من ساعة ما كنا مع كولر في اخر كام ماتش اللي هو بدأت الدنيا تبوخ فيهم، وان احنا ما نكسبش افريقيا السنة اللي فاتت، ودي حاجة صعبة جدا. خد لي بالك يا يحيى، حاجة صعبة جدا على الأهلي. فكان الموضوع صعب يعني، ولحد النقطة اللي احنا فيها دلوقتي. أنا النهاردة هتكلم ملخص كده بسيط عن الفكرة دي، وعن الفترة اللي كانت صعبة علينا في الوقت ده. وبعديها هتكلم إن شاء الله عن مباراتنا الجاية مع حرس الحدود يوم التلات إن شاء الله. هتكلم عليها وهتعتبره برضو ان دي ليلة المباراة، ومنها برضو ان انا بتكلم كمقدمة فيديو ليلة المباراة وملخص اللي حصل من قبل كأس العالم لحد دلوقتي ان شاء الله في الفيديو ده. طبعا انا شايف ان احنا اول ما قربنا ان احنا نوصله لكأس العالم، او خلاص كنا داخلين ان احنا على كأس العالم، بدأ كولر، فهمتني ايه؟ عارف انت لما تكون جايب مثلا شاحن، وصلة شاحن، وايه، ومتعود ان وصلة الشاحن دي خلاص انت متعود ان انت كل يوم هتروح البيت هتلاقيها، وهتحط التليفون والتليفون هيشحن، فهمتني؟ فانت تيجي بقى في يوم خميس بقى، وان انت اليوم ده انت سهران فيه، فاهمني؟ فتيجي تحط الوصلة تلاقي الوصلة دي بدأت ايه؟ تقطع. فعمال تحرك كده في البتاع، تحرك في التليفون وتحرك في الوصلة، الوصلة مقطعة، الوصلة لسه مقطعة. فده اللي حصل، نفس الموضوع مع كولر. بقى تحول تفكيره ولعبه من ان هو يهاجم، ولو خسران وداخل فيه جون يهاجم برضه عشان يعني يتعادل ويكسب، لان هو يدافع، ولو خسران يدافع اكتر عشان ما يدخلش فيه جون تاني. فدي ما كانش شخصية الاهلي خالص، ما كانش الاهلي بيلعب بطريقة ان هو انا دافع، وان انا يبقى الفريق بتاعي العشر لعيبة بتوعي يبقوا تحت نص الملعب. من امتى انا بشوف الاهلي ان الفريق كله تحت نص الملعب، وفرحتي ان واحد مثلا يبقى قدام، زي لما كان وسام ابو علي مثلا اخر فتره كان بيجري لي بالكوره مثلا وسط ثلاثة وعمال يخبط هنا ويخبط هنا ويخبط هنا. طب وبعدين؟ بس فبدأت الفترة بتاعت كولر دي تبقى صعبة جدا. فطبعا الجماهير ما كانش موافقة على الموضوع. كانوا يعني عمالين هتافات ويلا كولر يمشي ومعرفش ايه، والسوشيال ميديا طبعا والدنيا كانت بايظة. كل ده عشان كولر يمشي. طيب الإدارة، تمام. فالإدارة نايمة، فالجماهير تسكت ما تسكتش. فالمهم عملوا كام لقطة ولحد ما خلاص قرروا إن هم يمشوا كولر. ويمشوه امتى؟ هما طبعا كانوا قلقانين ان هم يمشوه عشان خلاص كان كأس العالم ناقص عليه مش عارف شهر، ولا كان ناقص عليه قد ايه. فقال لك بقى ايه، الإدارة قاعدة بتفكر كده، هو انا لما امشي كولر، طب وانا كأس العالم خلاص، طب مش ممكن اجيب مدرب وما طب طب ليه؟ طب ما انا من الاول خالص، من اول ما لقيت كولر خلاص بدأ ان هو كده، انت مستني ايه؟ طيب يعني انت لقيته ماتش بيدافع، التاني بيدافع، التالت بيدافع، مستني ايه تاني؟ بس فكان غلط من الاداره ان هي تقعد كل ده عقبال ما تقرر ان هي تمشي كولر وتقول له شكرا، لدرجه ان ما فيش حد بيتكلم في كوره او بيفهم كوره ما كانش بيطلع يتكلم على الاداره ويقول طب يلا يا جماعه مشوه. فانا مستني ايه؟ استنيت لحد اخر 6 مباريات في الدوري بالظبط. ولما جم ال6 مباريات دول انا خلاص بقى قلت لكل يلا ايه مع السلامه امشي. لما الجماهير مش فاكر حد من الجمهور حدف عليه حاجه ولا ايه، يعني كانت ماشيه وحشه دي، ما ينفعش حد يمشي بيها من الجمهور من مدربين الاهلي.
وبالفعل الراجل اتراضى وسلم على الجماهير قبل ما يمشي، والجماهير دعمته قبل ما يمشي. تمام. فمشي من هنا كولر. وبعد ما كولر على طول مشي، قرر خلاص بقى ايه ان احنا هنحطه الستاند اللي خلاص بقى ستاند، يعني انا ما عنديش مدرب، اقوم حاطط ده على طول من غير ما افكر. تم تعيين عماد النحاس، فهمتني؟ احنا في مصيبة سودا، تم تعيين عماد النحاس. يلا يا عماد. ولعب 6 مباريات مع الاهلي في الدوري. اخر 6 مباريات كان منهم المصري 4-2، كان منهم فاركو 6-0، كان منهم الحرس 5-0. فانا ببص على المباريات كده وببص على النتائج، ايه ده؟ مين دول؟ ايه ده؟ طب مين اللي كانوا بيلعبوا قدام صن داونز؟ انتوا مين واحنا فين؟ فالمهم يعني بدأت اللي هو ايه، لا اشوف ان فعلا ايه كانت المشكلة فعلا في كولر. خلاص تمام. طب احنا خلاص داخلين على كأس العالم، الإدارة تسكت؟ انا مش هسكت، انا كإدارة مش هسكت. قعدوا يفكروا تاني، فاهم؟ نفس التفكير كده، عملوا كده. ايه ده؟ هو احنا لما كنا في افريقيا احنا خسرنا مع مين؟ اورلاندو بايرتس. مين اللي كان بيدربهم؟ خوسيه روبيرو. هاتوا على طول، على طول. خوسيه روبيرو اللي بيدربهم، هاتوا. جه خوسيه روبيرو، جه خوسيه روبيرو. خوسيه روبيرو. فكرة اللعب بتاعته وطريقة اللعب بتاعته، هو بيبني فريق عايز له فيه بتاع سنة عقبال ما يفهموا ايه تفكير دماغه ازاي. يعني مثلا هو احنا كنا متعودين دايما ان مثلا زيزو يمين، تريزيجيه شمال مثلا، محمد شريف قدام، ده يمين وده شمال وده قدام. خلاص انا 90 دقيقة انا هلعب كده. خلاص لو بدلت هبدل مثلا بن شرقي مكان تريزيجيه، هلعب برضو في نفس المكان. لا، خطة المدرب كان انه يقولك مثلا ايه، انا اول ربع ساعة هلعب كده، بعدها بربع ساعة التانية على طول خلي زيزو يجي مكان تريزيجيه. فلما يجي ينزل بن شرقي يقوم زيزو لاعب نص ملعب ومش عارف ده يروح فين فاللعيبة بقى هي قاعدة في أوضة اللبس. استنى، نجيب قاعدة في أوضة اللبس كده، وقفشه بقى واقف ورا عمال يضحك، عمال يعمل لك كده قفشه، واقف ورا عمال يضحك. فاللعيبه ما كانتش فاهمه حاجه. اللعيبه انت عايز مثلا تروح لزيزو، تريزيجيه، وسام، اي حد من اللعيبه اللي كانت في الاهلي، تروح له تقول له انت هتنزل، هتجيلك الكرة على اليمين، يا هترفعها يا هتروح بيها تعدي وتشوط. بس كلمتين ونص، كلمتين ونص واقفل، اقفل الباب على كده خلاص. اما بقى هتقعد تقول له اصل انا ربع ساعه هعمل وربع ساعه التانية هعمل، وجمله الكرة تطلع من نص الملعب تروح على اليمين، من على اليمين ترجع نص الملعب، اللي على نص الملعب يلعبها على الشمال، الشمال لما تروح على الشمال عند تريزيجيه يرفعها، فتنزل عند مين بقى؟ تنزل عند مين؟ تنزل عند زيزو. فزيزو يقوم مرجعها لإمام. تمام. فإمام يلعبها بالشرقي، فايه اللي يحصل؟ فيرجعها حاله. فبس يعني فهي الفكرة بالنسبة لهم كانت عبارة عن ان انا هحط له بخطة تكتيك، بس يعني تكتيك ان انا اقعد احط تكتيك هنا وتكتيك هنا وتكتيك هنا، وده يفهم، واللاعبين دول كل لاعبين او 3 بيبقى ليهم تكتيك معين. تمام. فده ما كانش ينفع مع اللعيبة، واللعيبة بدأنا نشوف نتائج غريبة جدا. وان انا كأهلي ابدأ الدوري المصري اللي حاطط على اصغر واكبر فرقة فيه 5 7 8000 مرة، ابدأ اتعادل لي مع غزل المحلة، مش عارف فرق، اكسبها بالعافية، العب بيراميدز اخسر منها، العب مش عارف مين نتعادل معاه مودرن سبورت. هو في ايه؟ فدماغ الجماهير بدأت تقلب، ودماغي انا كمان بدأت تقلب، وانا بتجنن الصراحة في الحاجات دي. فاتضايقت جدا من الموضوع وما كنتش فاهم اي حاجة. الجماهير برضو رجعت تاني، الإدارة ما بتعملش حاجة. الإدارة بتستنى ان الجمهور يطلع يشتم ويعمل ويسوي ويتنطط ويقولك صح انا غير، ويعملك كده. اهم حاجة هجيب مين مكان. فطبعا عملنا ايه؟ يلا يا ريبيرو امشي، خد جهازك وامشي. ريبيرو طبعا قال السلام عليكم
انا همشي عشان الجماهير دي. المره اللي فاتت احسن الاقي كازلك نزل على دماغي من المدرجات، مش هلاقي ازازه المره دي. فقام واخد بعضه وماشي. حطوا مين؟ عماد النحاس. يلا على طول عماد النحاس الستاند باي بتاعنا، ستاند باي عماد النحاس. المطلوب بقى من اللعيبة في الفترة الجاية ايه عشان الاهلي يرجع زي ما هو زي ما احنا متعودين عليه. المطلوب من اللعيبة ان انت طبعا تصحيهم الساعة 8 الصبح، عشان كانوا بيشتكوا من الموضوع ده. فهمتني؟ يعني هما كانوا بيشتكوا ان هما بيصحوا 8 الصبح بيتمرنوا. فالمفروض اللعيبة تلعب برجولة. انا بيجيني ناس من محافظات وبيتفرجوا عليا وبيستنوا ان هما يشوفوا مني اداء، بيستنوا يشوفوا الحاجة الطبيعية اللي المفروضة مني ان انا اكسب عشان هما يروحوا مبسوطين. انا بلعب فاهم، الكرة تعدي من جنب اللاعب يقوم ايه، يقوم باصصلك عليها كده. ونكلم التاني بقى، ما لعبتهاش عدلة ليه؟ ما جبتهاش على رجلي، على صبع رجلي ليه؟ انت مش شايف الستارز بتاع نايكي؟ ف يا ريت اللعيبة تركز ويلعبوا رجالة. الفترة اللي جاية دي عايزين نشوفوا الأهلي باسمه بكل حاجة. المفروض انتوا واجهة النادي حاليا. المفروض اللعيبة دي بسم الله ما شاء الله على الملايين اللي بتدفع فيها، المفروض ان احنا نشوف فرقة تانية. انت اول ما تشوف الفرقة في قبل ما يبدأ السيزون كنت تشوف فرقة الأهلي دي كنت تقول يا نهار اسود الأهلي ايه ده هيدخل يقتلهم. مودرن سبورت، غزل المحل، بيراميدز. فوالله يعني الواحد مش محتاج اي حاجة غير ان هو الاهلي يرجع زي ما كان ويشوف فريقه زي ما هو. انا متعود على الاهلي كده، انا طول عمري بتفرج على الاهلي متعود على الاهلي كده، متعود على الاهلي ان هو بيكسب، متعود على الاهلي ان فيه لعيبه رجاله بتلعب، متعود على الاهلي ان انا خسران 1 و2 برجع. ليه انا يجي فيا جون ابقى مدافع وابقى خايف؟ فيا ريت اللعيبه تبقى رجاله، ويا ريت كابتن عماد النحاس وكابتن وليد صلاح الدين يبقوا واقفين على الخط دايما، يبقى بحماس. يا ريت الدكه اللي قاعده بتبقى قاعده عامله لي كده، اللعيبه بتبقى قاعده نايمه كده. يا رب اشوف اللعيبه قايمه بتتكلم وبتحمس فرق. اتفرجوا على اي فريق قدامك مهما كان مين، مش عشان مش طبعا اسم الاهلي كبير وكل حاجه، بس هما اللعيبه لو اتفرجت عليهم مثلا غزل المحله وبتروجيت، شوف لما غزل المحله يجيب جون هتلاقي الدكه قايمه كلها مع بعضيها وفرحانين. ليه انا ما بشوفش الحماس ده في الدكه بتاعتي؟ ليه انا قفشه الماتش اللي فات يقعد لي زعلان والشناوي ينادي عليه مش عارف يقول لك انا اصلا انا ما لعبتش؟ هو ايه اللي انا ما لعبتش؟ فانا بيبقى نفسي ان اللعيبه تركز ويلعبوا رجاله ويبقوا قلبهم على قلب بعض بجد. وبتمنى ان احنا نشوف الماتش حرس الحدود بنتيجه تعجب الجماهير كلها، والاهم من ده نشوفه ماتش الزمالك بنتيجه تعجب الجماهير وتبين ان لعيبه الاهلي لا فعلا احنا موجودين واحنا راجعين، عشان مش ماتش حرس الحدود هو اللي هيثبت لي. نيجي لتشكيلة الأهلي قدام حرس الحدود وإن أنا أتوقع النتيجة. تشكيلة الأهلي المثالية بالنسبة لي هيلعب بالشناوي، يجرب ياسين مرعي ومعاه ياسر إبراهيم، لأن ياسين دلوقتي على ما أظن تمام جدا مفهوش أي حاجة، فينزل ياسين مرعي وينزل معاه ياسر إبراهيم، ويحط في اليمين كابتن هاني. تمام. وعلى الشمال مفيش فهنلعبه بكوكا ممحية. بص من ساعة الغالي ما مشي والجهة الشمال بقت شفتشي، فكده يلعب بياسين مرعي، ياسر إبراهيم على اليمين، محمد هاني على الشمال، كوكا يلعب بمروان عطية وبين رمضان وتريزيجيه نفس اللي فاتت. على الشمال بن شرقي، ونفسي ينزل الشحات من أول الماتش. نفسي، عارفين يعني ايه نفسي ينزل الشحات من أول الماتش، ينزل الشحات يلعب يمين، يلعب عادي يمين وقدام يلعب شريف. ويعني مفروض ان احنا بعد ما خلاص بدأنا ان احنا نتحركوا سلسلة الانتصارات وبدأنا ان احنا نكسبه، فالمفروض الماتش ده كده بأقلها نطلعوا لنا 3-0 بالراحة كده بقى، 3-0 بالراحة عشان نجهزوا للماتش اللي بعده، وهيكون ماتش الأهلي والزمالك، واللي هقولكوا على شوية تفاصيل فيه وشوية حاجات فيه هتبقى جامدة جدا جدا جدا. وإن شاء الله يا غريمي هفوق عليك، يعني الأهلي هيفضل عامل كده. أول ما يسمع بس دبانة معدية من هنا بتقول الزمالك في الكرفة سود،
كل ما يسمع في الكوره فاسود الاهلي عمل كده بقى، فاهم؟ خلاص. فان شاء الله باذن الله اهم حاجه بس ما كنتش طولت عليكم النهارده. ان شاء الله الاهلي نشوفه منه اداء حلو، وان شاء الله نشوف اللعيبه رجاله. اشوفكم في حلقه جايه ان شاء الله، واستنوا معايا بعد الماتش على طول، وهقول لكم على الاحداث والتفاصيل وكل حاجه.